ولتقرأي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي الغاليات من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء. حلقة مهمة جدا النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفترة اللي فاتت صحينا لقينا كلنا قصة كانت مالية السوشيال ميديا. اتنين كنا متعودين نشوفهم دايما بشكل معين، بهوية معينة، بطريقة يعني نقدر نقول إنها محسوبة على الملتزمين، وفجأة لقينا الطرحة طارت. الناس اتقسمت نصين، ناس كانت بتسقف وتقولك دي حرية وخطوة جريئة، وناس اتصدمت وده الغالبية الكبرى، وناس اتلخبطت. في بنات بقت تقول مين اللي صح ومين اللي غلط. دول البنات اللي ما عندهمش وازع ديني قوي او عندهم تربية دينية قوية. بس الحقيقة يا بنات ان احنا لازم نقف شوية عند النقطة دي ونتكلم فيها. مين حجابها كان من الأول علشان ده طاعة لله عز وجل وده فرض، ومين حجابها من الأول لأن الجو كان عايز كده، ومين اللي اتحجبت عشان ده تغيير وده كان موضة أو ترند وقتها. الموضوع فعلا محتاج انك تعرفي يبقى الموضوع طالع من جواكي وثابت من جواكي على أساس وعلى ثبات ديني من جواكي. لو الموضوع جواكي عقيدة وفرض هيبقى سهل عليكم، مش هتتأثري بأي أجواء. وبرضو أنا في الحلقة دي مش هتكلم عن الطرحة اللي طارت وبس، عن الطرحة اللي اتفكت بين بناتنا وبين الجيل الموجود الأيام دي. بقت الطرحة عبارة عن بتبقى طرحة كده على الراس بس ومفكوكة من عند الرقبة زي الجاهلية. على فكرة حبايبي، الجاهلية قبل الإسلام كان الست اللي بتتحجب بتحط الطرحة على راسها بس كده وتسيبها مفتوحة من عند الرقبة. ولما جه الإسلام نزل بآية الحجاب اللي هو ليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني لازم نقفل الطرحة وبعدين الطرحة تنزل كمان طويلة لغاية عند صدرك كده من تحت. هو ده الحجاب الإسلامي الصحيح. ولكن اليومين دول بقى موضة وبقت عادة، وبقت أول حاجة كانت الاسبانيش اللي هو الطرحة لورا، وبعد كده طلع ان احنا اللي هو التربون، وبعد كده نحطها اسبانيش، وبعد كده نحط الطرحة عادي نسيبها تحتها البندانة عادية السوري دي، وبعدين نسيبها مفكوكة من عند الرقبة مفيش دبوس. مش فاهمة ايه يعني الحلو في كده او ايه الشياكة في كده. مش لاقية اصلا اي مبرر انها حتى شكلها حلو. مثلا انا شايفاها حتى شكلها كمان مش حلو، ماشية كده بطرحة مفكوكة وشكلك متلخبطة وانت ماشية، وكل شوية الطرحة تيجي كده تعمليها كده وتيجي كده تجيبيها كده. الحجاب ده حبيبة قلبي لما بتلبسيه بالطريقة دي انت بتضحكي على نفسك فعلا، اللي هو طرحة لورا، الرقبة الباينة، اللي هو دبوس مفيش خالص. بس بعد كده بلاقي في بنات او ستات لما بتكلميهم تقولك هو ربنا يعرف اللي في قلبي، انا ربنا عالم قلبي فيه ايه من جوه. طيب حبيبة قلبي، هو ربنا اللي في قلبك هو برضو ربنا اللي قالك وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يعني ربنا أمرك وطاعة الله عز وجل، إن إحنا مأمورين بطاعة الله عز وجل فيما أمرنا به، وكل الأوامر اللي موجودة في القرآن الكريم الأوامر لازم ننفذها. ده جزء من الشريعة ومن العقيدة الإسلامية. يعني الحجاب حبيبة قلبي المفروض إن هو يستر مش يزين. يعني الزينة دي المفروض تسيبها في بيتك، انت عايزة تبقي حلوة وتظهري محاسنك ومفاتنك. هو اصلا الحجاب انك تتحجبي وتغطي وتستري ده وتظهري بس للمحارم ولزوجك ان شاء الله لو انت متزوجة، او لو بنوتة في المستقبل يكون لزوجك بس. يعني برضو واحدة صاحبتك تقولك ايه، انت لابسة شيك جدا، الطرحة لورا كده احلى، مخلياكي شكلك اشيك، مخلياكي شكلك ارقى. وبعدين برضو حد تاني يقولك بكرة عيشي حياتك، عيشي شبابك، انت لسه صغيرة. وانت برضو تحاولي تلومي نفسك من جواكي بس تقولي مش مشكلة، المهم قلبي من جوا فيه ايه. وانت ما بين ارضاء الناس وبعدين ارضاء ربك وارضاء نفسيتك من جوا، بس انت ردي على نفسك مين اولى ترضيه، ومين اصلا اللي انت مخلوقه في الدنيا دي علشان تعبديه وعلشان تطيع امره. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومن عباده الله عز وجل طاعه اوامره واتقاء الله عز وجل في كل ما امرنا به، وتطيع اوامر الله عز وجل واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
حبيبة قلبي، أنا هختم معاكي الحلقة دي بكلام الله عز وجل. الله عز وجل قال لنا إيه في سورة النور؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يا بنات اللي هو الطرحة الطويلة اللي بتتسدل وبتنزل عشان تغطي الصدر والرقبة، مش بتبقى ورا الأكتاف ولا فوق الرقبة، ده مش اسمه حجاب خالص. وربنا أكد تاني لينا في سورة الأحزاب بآية يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطوا نفسهم ستر وعفة، مش نرفع الطرحة ونقول ده موضة. حبيبة قلبي يا جميلة اللي بتتابعيني، الحجاب مش ترند، الحجاب أمر رباني وفرض زيه زي الصلاة. ومين فينا يقدر يقول لربنا دي موضة، أو هتقدري تقفي قدام ربنا يوم الحساب هتقولي دي موضة وكنت بتبع الموضة؟ عمرك ما هتقدري تقولي كده، لأن انت جواكي وانت بتسمعين دلوقتي أنا عارفة ان انت عارفة الحجاب الصح، وعارفة ان هو فرض، وعارفة ان انت بتعمليه غلط، ولكن الشيطان مدخلك في طريق التساهل وفي طريق اللي هو حب الذات وحب الظهور، وشايفة ان هو ده صح وان هو ده جمال، وللأسف حقيقي هو مش جمال فعلا. بصي يا حبيبة قلبي، يعني انتي احلى بوقارك واحلى بحجابك الصحيح الاسلامي. مفيش حد قال ان الحجاب ضد الشياكة، بالعكس، ياما منتقبات وياما محجبات منتهى الشياكة والرقي والاحترام والوقار واللبس الشيك الفضفاض، وفي نفس الوقت شيك جدا. الموضة اللي تشيل حتة من دينك ومن ايمانك دي مش موضة، دي خسارة. احنا مش ضد الجمال ولا ضد انك تبقي شيك وشكلك ظريف، احنا ضد ان الشيطان يعني تلبسي الحتة دي من الشيطان على شكل ستايل. ده ستايل، ده شياكة، ده المجتمع كله كده. هو انا هكون مختلفة ليه؟ ما كل البنات بتلبس كده، كل البنات في الجامعة كده، كل البنات في المدرسة معايا كده. فدي مشكلة كبيرة جدا. يعني انا بكلم من المكان ده الامهات حبيباتي اللي هنا اللي بيتابعوني، في منكم كتير ملتزمات وكويسين، ولكن بناتكم بينزلوا المدارس وبينزلوا الجامعات بشكل مش ظريف ابدا، اللي هو الطرحه المفكوكه والطرحه اللي نص الشعر باين منها. الدنيا فتنة، السوشيال ميديا بتضغط على بناتنا كتير. في بنات بتطلع في السوشيال ميديا وفي بلوجرات هم هدفهم بس تصدير الصورة دي للعالم وللمجتمع الإسلامي والمجتمع المتدين إن كلنا كده ودي حاجة عادية. والبنات في السن المراهقة ده بيقلدوا وبيشوفوا وهم خلاص بيحبوا الشكل ده وبيستحسنوه عن طريق إن هم خلاص شايفين كده قدامهم. معظم الصور اللي بارزة في السوشيال ميديا وفي بين البلوجرات كلهم طرح طايره. يعني عايزه اقول لك، مش عايزه اقول والله يا ريت ما يكونش في حجاب يبقى خلاص الحجاب باين واللي مش حجاب باين، لا ده حاجه كده، ولا هو حجاب ولا هو مش حجاب، حاجه كده اتصدرت لينا شكلها مش ظريف خالص. حبيبة قلبي اللي بتسمعيني، خدي خطوة ورجعي الطرحة مكانها لوضعها الصحيح والحاجة اللي تربينا عليها. رجعي العزة اللي هو حجابك، رجعي حجابك تاجك من تاني. ما تخليش الحجاب اكسسوار. لو الحجاب اتحول لاكسسوار فهو مش حجاب، فانت كده بترضي شيطانك وبترضي نفسك من جوه وبترضي ذاتك، وبتبعدي عن الغرض والهدف الأسمى من خلقك وهو إرضاء الله عز وجل. ومفيش يا بنات اي تعارض بين انك ترضي الله عز وجل وبين شكلك. والله يا بنات انا ما بقولش كده علشان خاطر اشجعك، صدقيني الطرحه اللي طايره ومفكوكه ومن غير دبوس دي، انا حاسه حد مستعجل مثلا طالع بسرعه مش لحق يلبس مثلا، احساس غبي كده جوايا لما بشوف حد فاكك الطرحه، غير طبعا ان هو مخالف شرعا. دي حاجه على ناحيه. بقولك على الشكل التاني مش مستحسناه اصلا، حاجه مش ظريفه، الطرحه المفكوكه اللي هي حد مبهدل في لبسه، تحسي كده اللبس مبهدل اصلا وانتي لابسه كده. حبيبه قلبي الطرحه اللي بتطير من الفرحه دي رجعيها بالوعي، رجعيها بقربك من الله عز وجل. يوم الحساب مفيش موضه، بس في حق وفي باطل، في حسنات وفي سيئات، في جنه وفي نار. الحجاب فرض، الحجاب فرض مفهوش اي اراء، هو الحجاب فرض وفريضه علينا. برضو ربنا اللي دايما دلوقتي ده ربي، والله يا ام علي انا نفسي التزم، ربنا عارف قلبي فيه ايه ونيتي فيها ايه. ربنا اللي شايف قلبك ده شايف رقبتك برضو اللي مكشوفه واللي ظاهره وقصتك اللي طالعه والبرفان اللي بتحطيه وانت خارجه والحاجات كلها المخالفات الشرعيه دي، برضو ربنا شايفها وشايف قلبك برضو. وبأكد عليكي تاني حبيبتي واختي وبنتي اللي بتتابعني، الحجاب يا حبيبتي مش ستايل خالص ولا تكميل لوك بتلبسيه. الحجاب عبادة، الحجاب تشريف، الحجاب ستر، الحجاب تاج للست المسلمة علشان تظهر فعلا بشكل كده مشرف كده
وعلشان تطيعي ربك، والالتزام بيظهر من الخارج للداخل. ما تقوليش انا من جوه نظيفه، لا، هو لازم كله بيتساوى مع بعضه، خارج وداخل، هي معادله كده مع بعضها، لازم تبقي من جوه ومن بره كمان ملتزمه. واللي يقولك الحجاب ده هيداري جمالك، قولي هو انا، اسألي نفسك الحجاب ده بقى هو علشان جمالي ولا رضا لله عز وجل؟ اللي بيديني جمال وشياكة هو الله عز وجل، واللي هيسترني هو الله عز وجل، واللي هيخليني فعلا شكلي وقور وفي عيون الناس الله عز وجل، هو اللي بيلقي محبتك في قلوب الناس. انا مش عايزة يا بنات زي ما انا بقول لكم يعني ايه، نرمي الحمل كله على بناتنا. بناتنا كويسين وفيهم الخير، بس المجتمع اللي تصدر من خلاله مجموعة من البلوجرات في السوشيال ميديا هو اللي عايزنا نفقد قيمنا واحدة بواحدة. احنا دورنا في البيت وفي الأسرة ان احنا نرجع ولادنا تاني للقيم الإسلامية، اللي هو بقى كان بالتدريج بقى الطرحة ترجع تصغر شوية وبعدين ترجع لورا وبعدين تتفك، وبعد ما تتفك نجيبها تاني نربطها لفوق، والموضة اللي احنا البناتنا بيجروا وراها دي، وبعد كده تحت مسمى انهم محجبات. لا يا حبيبة قلبي، ده مش اسمه حجاب خالص. الحجاب الشرعي معروف صورته الشرعية الصحيحة. تعالي كده جربي أسبوع، تعالي اعملي معايا ديل كده، جربي تلمي الطرحة كويس، جربي تلبسي بالدبوس، جربي تحترمي حدود الله عز وجل. صدقيني هتحسي بطمأنينة، براحة، بفخر، بعزة، بعلو نفس. ودايما اسألي ربنا يا رب ثبتني، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ادعي دايما ان ربنا يثبتك، لأن الله عز وجل هو اللي هيثبتك، هو اللي قادر انك تقدري تكملي في طريق الحجاب الصحيح. انك تختاري طاعة الله عز وجل ده مش فوضى ولا رجعية. الصح ان احنا يعني بنراعي حدود الله عز وجل واوامر الله عز وجل، ومن اوامر الله عز وجل ان احنا فعلا نلتزم بالحجاب الشرعي الصحيح. وبعدين يعني احنا بنغطي نفسنا علشان نصون نفسنا، وعلشان نعلي كرامتنا، وعلشان يعلى ايمانك، وعلشان تحطي جمالك ده بعد كده في المكان الحقيقي للي يستاهله. حبيبة قلبي، ربنا اللي أمرنا بالحجاب هو اللي هيجزيكي خير على ثباتك، وهو اللي هيعوضك عن ثباتك ده جمال ووقار ونور ملوش مثيل فعلا في الدنيا ولا في الآخرة. ارفعي راسك وثبتي طرحتك وحطي دبوسك، وغيري نيتك كده، خليها لله عز وجل، وخلي حجابك عبادة مش عادة. لو حطيتي المضمون ده في دماغك ان انا يعني حجابي ده عبادة لله عز وجل وطاعة لله مش عادة، مش هتتغيري ولا هتتأثري باللي بيحصل حواليكي خالص. برضو بكرر تاني، احنا مش ضد الشياكة، لكن ضد ان الشيطان يجي يقولك حجابك ده قديم، ده موضة قديمة، خليكي مواكبة العصر وشايفة الناس كلها بتلبس ازاي، شوفي صحابك في الجامعة وشوفي دي بتلبس ايه، ده كده اشيك، ده كده احسن. لا يا جميلة يا حبيبة قلبي، احنا مش بنمشي ورا الناس، احنا بنمشي ورا رب الناس وطاعة اوامر الناس الله عز وجل. اختاري ناس تتابعها على السوشيال ميديا تخليكي تعلي بدينك، ما تخليش ايمانك ينزل لتحت. قولي دايما اذكار الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الطرحة هتتنسي وهتعدي وكلنا هنموت وهنروح لرب العالمين، ولكن هيبقى عملك وهيبقى اثرك وهيبقى فعلك اللي فعلتيه في الدنيا هو اللي هتتحاسب عليه يوم القيامة. دوري على صحبة صالحة تعينك وتخليكي تكملي في الطريق اللي هو الصح. الصحبة الصالحة نجاة مش رفاهية حبيبة قلبي. حاجة يا بنات عشان يكون في مصداقية، اللي هيخلي حجابك ثابت مش الدبابيس وبس، اللي بيثبته قلب معلق بالله عز وجل. مفيش أقوى كلمة من كده ممكن تتقال النهاردة في حلقة النهاردة. خلي قلبك ثابت ومعلق بالله عز وجل، هيخلي حجابك ثابت العمر كله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما.